بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. آه، انا ما كنتش عايز اعمل الفيديو ده النهارده اصلا. الاهلي النهارده خسر من بيراميدز، وطبعا دي الحاله اللي انا ببقى عليها لما الاهلي يخسر. يعني الاهلي خسر وعمري ما ببقى مبسوط، بس برضو عمر لو الزمالك مثلا بيلعب ماتش مع حد وخسر هبقى مبسوط، ولا لو الوداد لعب مع حد هبقى مبسوط، ولا المصري ولا الاسماعيلي ولا بيراميدز نفسه. النهارده في جماهير كتيرة جدا لا تنتمي لنادي بيراميدز هتبقى مبسوطة جدا عشان الاهلي خسر. بس في كل حتة بقى، في اي حتة هتلاقي حد مبسوط قوي ان الاهلي خسر. زملكاوي بقى، اسماعيلاوي، مصراوي، وداد، ترجي، اي حد. دي نقطة. في نقطة تانية، انا بقول لجدي كولر: انت داخل ماتش بيراميدز عايز من الماتش ايه؟ انت كنت عايز تكسب؟ لو باللعيبة دي وعايز تكسب يبقى انت فكرت غلط. اللعيبة دي ما تكسبكش الماتش بتاع بيراميدز. ولا خالد عبد الفتاح ينفع باك يمين للاهلي اصلا. خالد عبد الفتاح عامل مصيبة الماتش اللي فات والنهارده غلط في التغطية، جون. وعبد المنعم خلاص افتكر نفسه مالديني، معوج على الكورة. لا عبد المنعم معلش، يعني انت لسه صغير ولسه بتبتدي مشوارك، تمام؟ فهتتعوج على الكورة، الكورة هتتعوج عليك. واسأل اي حد يا ابني، هتتعوج على الكورة يا عبد المنعم، الكورة هتتعوج عليك. هتدي الكورة، الكورة هتديلك واكتر بمجهودك مش بالعوجان. الكرة اللي انت دخلتها النهارده في انت بتقفل على الكورة، دخلتها جون. انت ولا عارف زاويتك، ولا عارف انت واقف فين، ولا عارف انت. وحش جدا، اداء وحش جدا من النادي الاهلي النهارده، من لعيبه معينه ومن كولر نفسه، في ان هو يحط التشكيل. بتلعب باتنين باك يمين وباك شمال، انت ما عندكش باك يمين وباك شمال، ولا ورا ولا قدام. يعني ولا ورا بيعملوا ديفenس، ولا بيأتاكوا قدام، ولا بيعملوا اي حاجه في الجناب. ده علي معلول نعمه، محمد هاني اللي كنا بننتقده نعمه. ربنا يرجعك لينا سليم يا اكرم يا توفيق، تيجي تحط على اي حد. ده مش اداء، وانا مش عارف اقول ايه اكتر من كده. وجماهير طبعا كلها هتلاقيها مبسوطه، جماهير اي نادي غير النادي الاهلي. والنهارده طبعا بالنسبه لي كاهلاوي يوم حزين، يعني ما ولا مبسوط باداء، ولا مبسوط يعني بنتيجه، ولا مبسوط باي حاجه، ولا مبسوط بالشده اللي الناس شدتها. وانا بقول لكولر: انت طلعت طبعا بعد الماتش تقول انا مش هقدر اجي على اللعيبه اكتر من كده وبتاع ومش عارف ايه. لا، السيزون لسه ما خلصش. انت لسه قدامك كمان ماتش المصري. اللعيبه لو انت مريح لي لعيبه بالهبل وبتاع وعادي وانزلوا هاف انت مش جاي ماتش تهاف يا كولر.
ولا اللعيبه جايه مثلا مصيف وهتنزل تقسيمه. انت جاي تلعب بيراميدز تاني الدوري، ومش فرقه سهله، فرقه فيها سكواد من اجمد الناس اللي موجوده، عاملين اللي ما يعملوا وجايبين ناس كلها جامده. ده خطأ منك وانت اللي تتحمله، وانا بحمل نتيجة الماتش دي كلها لكولر. وبقول للباقي اتبسطوا يعني افرحوا واتبسطوا وكل حاجة. شماتة في الاهلي، ويعني مفيش اكتر من كده حاجة تدل ان الاهلي حاطط عليكم كلكم، عشان كلكم تفرحوا مرة واحدة كده عشان الاهلي اتغلب. انتوا متخيلين انتوا عقلكم وصل لايه من كتر الاهلي ما حاطط عليكم؟ اي حاجه تحصل للاهلي هتفرح. اتبسط يا حبيبي، بس انا برضو حاطط عليك، وحطيتي عليك هي اللي خليتك تتبسط النهارده لما خسرت الماتش بس. وعلى فكره الماتش ده ولا خسرني دوري ولا كاس ولا غير في نتيجه حاجه ولا عمل اي حاجه، بس انا كاهلاوي الماتش ده ما اخسروش وما احبش اخسره. بصوا يا جماعه، انا خلصت خلاص الفيديو وكل الكلام اللي كنت عايز اقوله. لو سمحتوا ساعدوني ان انا اتخطى حاجز ال5000 وال10000 متابع. لايكات وفولو، ويا ريت التشانل بتاعت اليوتيوب اللينك بتاعها موجود، يا ريت تعملوا سبسكرايب عليها. وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.